الألم موجود والوجع موجود واحنا فاكرين ومش بننسى. من الحاجات اللي الواحد بيقف معاها جدا ما يسمى الصبر الشعبي. اللي تعرفه احسن من ما تعرفوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بودكاست شاي بالتميز، صحبة دافية بعقول واعية. النهاردة حلقتنا عن واحد من الموضوعات المهمة جدا جدا جدا، وهو التغيير. أهلا يا باشمهندس شيماء. اهلا بحضرتك كوتش. يا أهلا يا أستاذ شيماء. أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا يا أستاذ رحاب. أهلا كوتش. أهلا أهلا أهلا. يلا بينا نلعب يلا الكروت. بينا. اسحبوا الكارت. مين هيسحب أول كارت؟ أنا. لو تحبي نساعدك إن حد يقرأ. لو قدامك نسختك القديمة من 5 سنين هتقول لها إيه؟ هتلومها ولا هتسامحها؟ أنا هعمل الاتنين، هلومها وهسامحها. هلومها على تقصير حصل وكان في إيديها إن هي تغيره. هلومها على خطوات بدأتها وهي غلط، مش المفروض تبتديها أصلا حتى لو كانت صح، بس مش ده وقتها. فهلومها كتير، هلومها كتير قوي، بس مش هجلد، يعني مش هيبقى في جلد ذات. طب معلش خليني يعني أشاركك هنا. أنتي هتحاسبيها أو هتلوميها بدرجة وعيك النهاردة. بالظبط. طب مش شايفة إن ده هيبقى يعني ظلم للنسخة القديمة؟ هو ممكن يكون فيه شوية ظلم، بس هيبقى فيه ضوء أحمر إن هي تاخد بالها بعد كده في الخطوات اللي بعد كده، لأن هي درجة الوعي النهاردة مختلفة. أكيد. فبالتالي لما هي تعمل الخطوات الغلط دي أو الأحداث اللي حصلت أو الدروبات اللي حصلت دي في الوعي ده مش تبقى مقبولة. في الوعي ده مش مقبولة، لكن في الوعي من 5 سنين كانت مقبولة. هي دي النقطة اللي أنا حابب إن إحنا يعني إيه نبص لها، إنه خليني أنا هشوفها بزاوية تانية خالص. إنه لولا الأخطاء اللي كانت نسخة رحاب من 5 سنين ارتكبتها ما كانتش رحاب بقت معانا النهاردة. متفقة معايا؟ أكيد، بس اللوم هنا هيحسسها دايما ان في ضوء احمر. يعني خليني بس انا يعني ايه مش حابب كلمه لوم. طب ايه رايك تخليها عتاب؟ ممكن نخليها عتاب المحب، عتاب الاخت الكبيره لاختها الصغيره. بالظبط، ممكن. حلو جدا، رائع. انا اسف للمقاطعه بس ايه. لا ولا يهمك. ماشي. لو هسامحها على عدم وعيها. هسامحها انها، لو انا في نسختي الجديده دلوقتي هسامحها لانها اعتقد انها تستحق. هسامحها لانها ابتدت طريق صح، غيرت، بدأت حياة جديدة، نظرة جديدة. متأخرة بس ابتدت. مختلف برضو على متأخرة مقارنة بمين؟ بال5 سنين اللي فاتوا. ملناش دعوة بجد والله، يعني ما تأخر من بدأ. أكيد، بس يمكن يعني مش عارفة، بس هو يمكن إن هي ما أعرفش، كان عدم وعي، كان إن هي مش عايزة تتغير، بس هي اتغيرت. وأنا فخورة الحمد لله. طب لو قلبنا السؤال، أنا عارف إنه إيه بره نسخة رحاب من 5 سنين، تقولي لنسخة رحاب النهاردة؟ نسخة رحاب القديمة تقول لنسخة رحاب الجديدة أنا فخورة بيكي، فخورة بتغييرك، فخورة بتحديكي. في دروبات بتحصل لك، بس دروبات بوعي، دروبات برا دايرتك، حاجة جاية من برا، بس برغم الدروبات دي انتي قادرة تكملي. جميل، واحنا كمان فخورين بيك. جميل، شكرا يا أستاذ رحاب. يا رب. الكارت التاني مين؟ شيماء. أستاذ شيماء عوض، اتفضلي.
من منهج المدرسة ايه الفرق بين الألم اللي مفيش مفر منه والمعاناة اللي احنا بنختارها؟ السؤال ده سؤال الألم حلو. الألم الألم أم، يعتبر الألم شعور إنساني تقريبا مشترك ما بين كل البشر من الأزل للأبد. ما أعتقدش إن في بني آدم ما مرش بألم، لحظة ألم، لحظة وجع، ألم خذلان، ألم فراق، أو حتى الآلام العضوية والمرضية. مش هنستثني أي حد من موضوع الألم ده. الألم سمة بشرية بحتة بتبين إن إحنا بشر بنحس. الابتلاء، الألم والابتلاء والوجع أصيب بها كل البشرية، يعني حتى الصديقين والأولياء والأمثل فالأمثل حتى الأنبياء، وكانوا أكثر ابتلاء من البشر. لكن الفكرة إن الألم لحظي قد ما هو حقيقي واقعي وحقيقة أكيدة في حياتنا، إلا إنه لحظي وقتي. يجب أن يعني لازم علينا إن احنا نتخطاه، مش ننساه، لأن الألم أوقات كتير قوي بيبقى صعب قوي إن هو يتنسى، بس إكراما لذواتنا إن احنا ما نضعفوش. لأن ببساطة في ناس بتحول الألم لعذاب ومعاناة، وبتضاعف أضعاف مضاعفة، تفضل تكتر فيه سنين شهور، وأحيانا في ناس حياتها بتقف بسبب الشعور بالألم وعدم التمكن من تخطيه. يعني المعادلة اللي وصل لها العلماء إن المعاناة بتساوي الألم في المقاومة. لما بيبقى الإنسان بيتألم ورافض الألم اللي هو فيه ومعترض عليه وعنده عدم رضا تام، بيضاعف لنفسه الألم، وبالتالي بيفضل يشعر بيه ويكتر بالأحزان ويكرر الوجع تاني يوم ورا يوم ورا يوم. لكن لما الإنسان بيتقبل ويرضى، والحمد لله حاشا إن احنا نرضى، ما نرضاش بأفعال ربنا علينا، بس لما بنرضى وبنتقبل بنبدأ نهدى. الألم موجود والوجع موجود واحنا فاكرين ومش بننسى، لكن قادرين نعيش، قادرين نقوم تاني، قادرين نقف على رجلينا تاني. الألم مش اختيار، لكن المعاناة أكيد اختيار، ولازم نختار إن احنا نعيش كويس. يعني مش هيبقى ألم كمان معاناة. وما ننساش ان احنا دايما بنطلب من ربنا ان هو لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. امين يا رب. فاحنا ما نحملش نفسنا بقى ما لا طاقة لنا به. وكمان يعني ربنا هو من قال في كتابه الكريم: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللهم اجعلنا منهم. اللهم امين يا رب آمين العالمين. يا رب العالمين. اللهم امين. من ضمن اولا شكرا جزيلا يا استاذ شيماء على الاجابه، وعلى حقيقي والله الصدق والعمق في الاجابه. من الحاجات اللي الواحد بيقف معاها جدا ما يسمى الصبر الشعبي. ايه الصبر الشعبي؟ يعني عشان بس آية وبشر الصابرين. الصبر الشعبي ده الناس ظنة انه الانسان اللي بيصبر ده هو انسان المفروض ما يعيطش، المفروض ما يتألمش، المفروض ما يبكيش، المفروض ما يشتكيش. انت صابر يعني تخرس، ما تعترضش ولا تقول ولا تبكي ولا تبوح ولا غلط. ده كله كانش عبط. نبينا عليه الصلاة ده كله والسلام غلط. بكى على ابنه. فمصطلح الصبر لا يتنافى ابدا مع التألم، ولا يتنافى مع البكاء، ولا يتنافى مع الشكوى، ولا يتنافى. كل ده مش ضد الصبر بالمناسبة. فعادي جدا أكون ببكي وأصبر، أكون ببكي وصابر، أكون بتألم وصابر. فيعني فكرة الصبر دي من المصطلحات اللي للأسف الناس فهمها بشكل غلط.
صح. النقطة التانية برضو فكرة ان الألم اختياري، الألم قدري، كده كده كلنا هنتألم، لكن المعاناة اختيارية. انت تألمت كده كده، اتخبطت، وقع منك حاجة، ضاع منك فلوس، خسرت علاقة، خسرت شغلك، ده ألم. يتولول فتدخل في المعاناة، يتقبل اللي حصل وتبدأ تشوف الحلول، تبدا من جديد. تبدأ. الفكرة ان انا لو خبطت رجلي واتكسرت، خبطتها في الترابيزة واتكسرت، اكيد مش الحل ان انا افضل امسك الترابيزة اضرب فيها بس والوم فيها، ما خلاص، او الوم رجلي انها خبطت في الترابيزه، ما هو لازم اروح اجبس رجلي أو واتعامل واشيل الترابيزه من مكانها. في مثل كده مصري بيقول لك البكا على الفات نقصان عقل. ف- ده حقيقي والله، البكا على الفات نقصان عقل، فده حقيقي. يلا بينا نروح للكارت اللي بعده. مين الكارت اللي بعده؟ باشمهندس شيماء. هل احنا بنخاف من التغيير حتى لو للأحسن، وليه بنحب نفضل في منطقة الراحة حتى لو بتوجعنا؟ أهالينا علمونا زمان وكبرنا كلنا على إن إيه اللي تعرفه أحسن من ما تعرفوش. ده خلانا كلنا محصورين في منطقة الإيه؟ الراحة، اللي أنا قاعد زي ما أنا، واللي مخي عارف يعمله بيعمله، والجديد لازم أبعد عنه. مخنا دايما عايز السيستم، مش عايز حاجة تانية جديدة. مخنا رافض التغيير، بيخاف من المخاطرة، بيخاف من المجهول. المجهول بالنسبة له حاجة بتهدده، فدايما واقف مكانه. أي حاجة جديدة بالنسبة له بيرفضها. التغيير هي سنة ربنا في الكون. يمكن من اللحظات اللي وقفت مع نفسي فيها وبدأت إن أنا أتغير فيها، كنت بسمع فيديوز كتير عن محفزة عن إن لازم تغير نظام الأكل ولازم تغير نظام النوم ولازم. فبدأت، كانت بداية التغيير بالنسبة لي إن أنا أغير نظام أكلي، أغير نظام نومي، نظام صحياني، ألعب رياضة، أعمل أي حاجة جديدة، أعمل هواية أنا بحبها. ده كان بداية التغيير. لكن التغيير الحقيقي صراحة كان مع كوتش محمد بليل، الفضل الكبير بصراحة عليه، الحمد لله. ربنا يبارك له. كان في دراسة الإنيجرام، بداية إن أنا أعرف الانيجرام فعلا. دي غيرتنا كلنا. صحيح. بجد والله، يعني فرقت في حياتنا كلنا كتير. فرمطتنا. الحمد لله. بداية إن أنا أعرف شيماء عايزة إيه، شيماء عايشة ليه، أنا بعمل إيه. بدأت طبعا أخد مع حضرتك، أعرف نقاط قوتي نقاط ضعفي، بدأت إن أنا أشتغل على دوت. شيماء يعني أقول لحضرتك من 4 سنين غير شيماء دلوقتي. الحمد لله. فرق رهيب، فرق كبير، يمكن أنا أكتر واحدة حاسة بيه. الحمد لله، ده فضل من ربنا. فالتغيير لازم، التغيير واجب، وربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأول حد لازم تغيره هو نفسك. ابتدي اشتغل على نفسك، طور من نفسك، اعرف نفسك وافهمها. ده البداية. فيما بعد انت هتشوف الخطوات الصغيرة اللي انت بدأت تعملها في نفسك واحدة واحدة. يمكن ما كنتش شايفة الفرق ده من بداية ما بدأت مع حضرتك، من بداية ما بدأت ان انا قلت انا عايزة اتغير، لكن دلوقتي انا شايفة الفرق الحمد لله. واللي حواليا كلهم الحمد لله حاسين بالفرق دوت. ده خير وفضل من ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. فلازم تقوم مخك، تقوم ان هو بيقول لك لا وقف. المخ ما بيحبش المفاجآت، فما تعملش خطوة كبيرة، ابدأ بخطوات صغيرة جدا، واحدة واحدة. مخك هيبدأ ان هو يستوعبها، وبعدين الخطوات دي بتبدأ تكبر وتبقى عادات موجودة في حياتك. جميل جميل جدا. حلو جدا. شكرا جزيلا يا باشمهندسه. رائع. رائع. هاخد من كلام حضرتك نقطه مهمه جدا. احنا دايما بنشرح في نموذج كده اسمه الثري زونز او المناطق الثلاثه. كنا شرحنا قبل كده في كورسات. الكومفورت زون او منطقه الراحه دي اللي احنا قاعدين مأنتخين فيها وبنعمل حاجات اقل من قدراتنا وامكانياتنا. وخلي بالكم يعني عادي جدا ان احنا ننزل المنطقه دي في اوقات. يعني المنطقه دي مش محرمه دوليا ولا حاجه. عادي جدا ان احنا ننزل لها اوقات نقعد نريح شويه، بس اوقات ما عيش فيها. فوقيها منطقه اسمها البوش زون او الجروث زون، اللي هي منطقه النمو. دي اللي بعمل حاجه اكتر شويه من قدراتي. يعني انا بقدر اشيل 10 كيلو، ده في الكومفورت زون. اشيل 12، ده في الجروث زون. ثم فوق خالص كده منطقه اسمها البين زون او الانجري زون، منطقه الالم او منطقه الجرح. دي لما بروحها انا اصلا اخر اشيل 10، لا انا اروح اشيل 100، هتجرح، هتاذي، هتعور، فهاجي تاني يوم مش هقدر اشيل خالص.
ف يعني تاكيدا لكلام حضرتك ان احنا محتاجين ناخد حاجه صغيره اكتر من اللي احنا نقدر نعمله بشويه. يعني انا اقدر اشيل 10، اشيل 12 13 بس، لغايه لما ال 12 13 دول بعد الوقت خلي بالك هيبقوا ايه؟ هيبقوا بالنسبه لي سهلين جدا، هينزلوا كومفورت، فابدا احط 15. بعد شهرين 3 ال 15 دول هيبقوا كومفورت اصلا، فابدا. وهنا بيجي الجروث او بيجي النمو او بيجي الارتقاء. لكن فكره ان انا استعفى وعاوز اطلع مره واحده بنوع على جدور رقبتنا بالظبط. لازم ده اكيد. يبقى شكراً. نبدأ. لازم نبدأ ونبدا بيه حاجات صغيرة بيبي جداً. ستيبس او خطوات صغيره جدا، واحده واحده. وما فيش حد هيدفعني للتغيير، لازم التغيير يجي من نفسي زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول دي قاعده. حتى يغيروا ما بأنفسهم. صحيح. لازم يجي من نفسي. صح جدا. شكرا جزيلا يا باشمهندس. اسحب انا. ماشي. السؤال بيقول ايه العاده الصغيره اللي لو غيرتها النهارده حياتك كلها هتتشقلب بعد سنه؟ ماشي، حلو السؤال. ماذا لو بس انا هجاوب السؤال بشكل مختلف بصراحه. هقول ايه العاده اللي شقلبت لي حياتي بالفعل، يعني مش هتكلم عن المستقبل، انا ما اعرفش المستقبل يعني مش عارف، فخليني اجاوب السؤال بشكل مختلف. ايه العاده اللي فعلا شقلبت لي حياتي؟ القراءه. احسنت. القراءه حقيقي والله. القراءه غذاء للعقل والروح والفكر، نور. يعني الواحد لما بيقرأ بيحس بمتعة رهيبة. ففي العادة اللي فعلا شقلبت لي حياتي كمحمد عادة القراءة. وأنا أدعو أي حد إنه يبدأ يقرأ. ابدأ عادة القراءة، ابدأها بكتب بسيطة، ابدأها بكتب سهلة، ابدأها بروايات، ابدأها بتخصيص 3 دقايق كل يوم للقراءة، بتخصيص صفحة واحدة للقراءة. ابدأ القراءة. لو انت ما بتقرأش انت فايتك كتير جدا جدا جدا. فعادة القراءة هي العادة اللي شقلبت لي حياتي، ويعني بلاش اقول شقلبت لي، هي اللي عدلت لي حياتي. يعني كان ممكن نقول كانت متشقلبة وتعدلت. فعادة القراءة. عندي تعقيب صغيرة لحضرتك، أو هو مش تعقيب، هو صورة. اعقبي براحتك يعني. صورة جات لي كده من سنين وأنا طفلة صغيرة. أفتكر إن أختي كانت وأنا في سن الابتدائي كده، وهي طبعا كبيرة عني، فكانت بتعمل يعني واخدة كده صفة البابا نويل. فكانت تجيب لي شراب تحطهولي، كان شراب بابا نويل او شراب قديم عندنا، تحطهولي تقول لي يوم 31/12 من كل سنه يلا تنامي عشان تروحي بابا نويل يجيب لك الهديه، وتصحيني بدري عشان الاقي الهديه. فكان من ضمن الهدايا اللي بلاقيها كتاب، قصه، حدوته. وكان دايما الاقيها هي بابا نويل اللي كان بيجيب لي الكتاب عشان اعرف اقرا. جميل. كانت بتحرص على ده كويس جدا. جميل. القراءة فعلا يعني زي ما احنا بنقول واحدة من أهم العادات. صحيح. ويعني يا بخت اللي في بيته مكتبة والناس اللي في بيوتها مكتبة وما بيقرأوش، يعني انتوا ظالمين نفسكم والله. هي خير صديق فعلا. يعني الشخص اللي يعني ملوش أصدقاء فهو خير صديق ليه كتاب. صحيح. لو هضيف عادة تانية، معلش يعني هضيف عادة تانية برضو فارقة، هي عادة التدوين أو الجورنالينج. التدوين اليومي. العادة دي فارقة 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 في حياتي، وأظن الناس اللي جربوها برضو فارقة في حياتهم جدا. أنا جربتها السنة دي 31 يوم. جميل. من 1/1/2025 أنهيتها في 31/12/25، وكانت فعلا فارقة في حياتي. إن أنا تخريج طاقة رهيبة جوه الواحد، حتى لو طاقة مش عارف يعني ان هو ازاي عنده حد يقدر يحكي معاه الحاجات اللي بتضايقه. التدوين بيفرغ الطاقة. صح. صح جدا. طب خلينا نسأل سؤال لكل حد فينا، ايه اكتر عادة فرقت في حياتك؟ هي التدوين فعلا. التدوين. جميل. أستاذة شيماء. والله يعني الحمد لله ان ربنا من عليا اني بحب القراءة من وانا صغيرة، بس يمكن العادة اللي بحاول ان انا اكتسبها بقى دلوقتي تحديد المهام اليوم.
تخطيط جميل. اليوم، تو دو ليست. تو دو ليست. جميل. بحاول لسه ما زلت ايه مش بنجح كل مره، بس بحاول ان انا احط ايه المهام بحيث ارتب يومي. حلو جدا. مم. استاذ رحاب. انا عندي عاده الحمد لله، يعني ابتديتها من سنين طويله بشكل يومي، ما قطعتهاش. هي عاده ان انا امسك دايما حاجه اشتغلها بايدي، حتى لو حته صغيره 5 دقايق هاند ميد. هاند ميد. فاي حاجه هاند ميد بتخلي الواحد يعرف يغير تفكيره جدا. جميل. يعني بتغير، بحس انها بتغير كيمياء المخ، الالوان والخامه والتولز، وان انا اقعد اشتغل بتغير التفكير وبتحل المشاكل. عجيب، اول مره اسمع تعليق لا هي بتروق زي ده بصراحه. بتروق المزاج. يعني أنا بتروق المزاج. جدا. الحمد لله. بتروق يعني من المزاج. يوم ما ابتديت شغل الهاند ميد لغايه يومنا هذا ما فيش مشكله وقفت معايا طول ما انا ماسكه التولز بتاعتي، سبحان الله. كان في حاجه لدرجه ان كمان انا بنام جنب التولز بتاعتي. يعني كأن وانتي بتنسجي الحاجه بتنسجي الحلول. بالظبط. حلو، عجبنا الميتافور. بتدي فرصه جميلة جداً. للدماغ تفكر. لا مش تفكر، الدماغ تقف تفصل، بتفكر في اللي قدامها ده بس. ما هي الطاقه بتطلع، طاقه بتطلع. بس ايه الحاجه اللي بتفكري فيها؟ بتفكري فيها في روقان من غير دوشه. انت بتفضي دماغك. الابداع بيغير، الابداع نفسه بيغير بيرتب حياه الشخص. احنا هنعمل معاكي حلقه تانية عن الابداع بقى ان شاء الله. مش دي رساله الماجستير تقريبا عن الابداع؟ الماجستير عن الابداع هنجيلها دي بالتفصيل ان شاء الله. اذا قعد. يلا بينا نسحب الكارت اللي بعده. انا كان في حاجه تانية كمان يا كوتش بالنسبه لي انا، كان ورد القران. الورد. يعني جميل. ان انا استمر عليه ده كان بالنسبه لي معجزه. يعني بصراحه يعني كان بالنسبه لي ان انا استمر كان صعب. لكن الحمد لله يعني ربنا رزقني برفيقه معايا، فدي بتساعد الحمد لله، بتساعد كتير جدا. وبصراحه وقت القران ده بيبقى الوقت اللي انا بفصل فيه عن الدنيا كلها. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله الحمد لله. جميل جدا. السؤال بيقول احكي لنا عن لحظة استنارة قررت فيها فجأة تبطل نور الضحية وتمسك الدركسيون. هو يعني ايه لحظة استنارة بس معلش؟ انا شايفاها لمبة مطفية ونورت. جميل. اللحظة دي جت من سنين طويلة، مش طويلة قوي، تقريبا 10 سنين. انا صنفت اكتئاب سريري. ففي لحظة وقفت قدام دكتورة عندنا بتدرس لنا في الليسانس، قالت لي جملة: انتي ما شاء الله مميزاتك كتير وابتديتي تكملي دراستك متأخر بس دي بداية حلوة وفيكي 1 2 3 4. الاكتئاب مش هيوقفك، مش هو علاجه العلاج الدوائي او العلاج الجلسات، في علاج تاني. ما تعتمديش على علاج الجلسات او الكيمياء. فسألتها قلت لها ازاي؟ قالت لي اقري عن الاكتئاب. ودي كانت لحظة الاستنارة بالنسبة لي. اللحظة دي غيرت لي يعني حياتي 180 درجة. من واحدة بتتعالج من الاكتئاب السريري بالدواء لواحدة قررت في عز ما هي في وسط البحر توقف كل ده، وانا اللي ماسكه الدركسيون وانا اللي هعالج نفسي. ابتديت اقرا عن الاكتئاب واكتشفت ان الجزء الخفي اللي ما بيقوموش دكاتره الامراض النفسيه ان دماغك دي تبقى مشغوله في قرايه، في هوايات، في اشخاص، في حياه تانية حواليك. يعني ايه، زي البحر كده بتدوب في الميه في وسط المجتمع. ما بتستسلمش للمرض. اللحظه دي اكتشفت ان في انا جوايا مهاره لو طلعتها ابتديت ان انا اتفاعل معاها، وان انا اقرا، وان انا اخش اعمل اكتيفيتيز، وان انا اكتسب مهارات جديده. ده هيضيع الاكتئاب الحمد لله. يعني انا المفروض ان الاكتئاب كان اقل مده ليه سنه. انا بعد 6 شهور وقفت العلاج وعالجت نفسي بنفسي. فكان لازم الوقفه مع الذات.
اكتشفت ان انا دركسيوني في ايدي. جميل، عظيم جدا الحمد جدا، ولحظه استناره مميزه. قوية جدا مميزة، وكانت في وسط ما انا في وسط البغرق. انا اكتشفت ان دي ما كانتش لحظة غرق، كانت لحظة نجاة. سبحان الله. الحمد لله. شكرا جزيلا يا استاذه رحاب. نعم. الكارت قبل الاخير. التعاطف مع الذات، هل هو دلع وطبطبة ولا هو بداية التغيير؟ تعاطف مع الذات، يعني ممكن أقول بقى عن تجربة شخصية، إني على مدار عمري لاحظت إن أنا لما بغلط، مش بنجح في مشروع أنا عملته، بلوم نفسي لوم شديد وبقسو عليها قسوة. يعني ليه بجلد نفسي؟ ما بين ان نفس الخطأ ونفس الافعال لو عملها حد انا بحبه، صديقة، صاحبة، حد من الاخوات، بتعامل معاها بلطف وبهديها وبوضح لها ان دي مش اخر الدنيا، وان اللي جرب مرة هيجرب 10، واكيد في ال10 مرات دي في مرة هينجح فيها، وان الفشل ده مش، بلاش الفشل، عدم النجاح ده مش صفة في الشخصية، صفة فيها، لا، هي جميلة وتقدر تتحسن، بس التجربة هي اللي كانت مش ناجحة، واللي ما نجحش في حاجة ينجح في غيرها. لكن مع نفسي ما كنتش بعمل كده. خلال بقى رحلة الوعي الحمد لله، يعني خلال الفترة اللي فاتت ربنا أكرمني بأن الواحد بدأ يستوعب شوية ذاته وبدأ يتعلم. يمكن ده برضو من أفضل النظريات اللي درسناها، وأهمها نظرية الإنياجرام. إن يعني بقيت عارفة أنا رايحة فين وتصرفاتي دي أسبابها إيه. بقيت بغلط، مش ما بغلطش، محدش فينا ملاك، لكن برحم نفسي، بتعامل مع نفسي بشوية رفق، بتودد ليها لأن هي تستحق إن أنا أتودد ليها. مش بطبطب ودلع وتقبل بطريقة سلبية الأخطاء، بحاول أتعلم منها. تقبل وهدوء في التعامل وعدم جلد ذات بيؤدي للتطوير. كده بقيت أقدر أخوض التجربة الجديدة. خلاص بقى في تجارب أنا مقبلة عليها، عايزة أجربها، حتى لو أنا مش متأكدة 100% أنا هعرف أعدي ولا لأ، بس هجرب. إحنا مأمورين عموما بالسعي، والنجاح بقى على الله المستعان. فلو هقول لحد، يعني أي حد دلوقتي في بلاحظ إن هو بيجلد ذاته، هقول له بس ترفق بذاتك، ترفق بيها وعاملها زي ما هتعامل الناس المحببة إلى قلبك، أو حتى مش المحببة إلى قلبك. يعني أنا لو شفت أي حد غريب وقع في مشكلة ههون عليه، فهونوا على أنفسكم. ومش هننسى إن إحنا دايما في أذكارنا بنقول الآيات الكريمة اللي هي ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أرجوكم ارحموا نفسكم. شكرا جزيلا يا استاذ شيماء. من ضمن الحاجات اللي بتساعدني انا شخصيا، وحتى موجوده يعني في الكتب، على موضوع العطف على الذات او التعاطف مع الذات، انه استشعر ان اللي بيحصل لي ده بيحصل للناس كلها. أكيد. اللي هو ايه، اعتبار نفسي جزء من التجربه الانسانيه. يعني اللي حصل لي انا مثلا اتفصلت من شغلي، طب ما في ناس كتير اتفصلت من شغلها. مثلا خسرت علاقه، طب ما في ناس كتير خسرت علاقات. اتسرقت في فلوس، ما في ناس كتير اتسرقت في فلوس. فده بيخلي شويه ايه، يعني ايه، الدنيا تهدى شويه. فكره انه ما فيش حد مستقصدنا، يعني احنا مش على راسنا بطحه، عادي جدا انه اللي بيحصل لي ده بيحصل لكل الناس، وان انا جزء من التجربه الانسانيه كلها. فده الشعور ده او الفكره دي بتخفف جدا 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 من شعور جلد الذات، وبتزود جدا جدا شعور العطف على الذات. النقطه الثانيه اللي حابب اقولها في الحته دي، وبعد كده لو حد حابب يضيف حاجه، هي انه في فرق كبير جدا ما بين العطف على الذات وما بين يعني الدلع الزائد او التبرير. لا، العطف على الذات بيتوزن بالمسؤوليه.
ففي زي كفتين ميزان كده، العطف على الذات والمسؤوليه الذاتيه. لو العطف على الذات زاد والمسؤوليه قلت، فنروح بقى للتبرير وان انا بعلق على شماعات الاخرين. والعكس، لو المسؤوليه الذاتيه زادت قوي والعطف، هنروح لجلد الذات وهنبقى يعني ايه ماسكين لنفسنا الكرباج. فهي وزنه كده محتاجه تتوزن، كل حاجه مقدارها. ايوه، زي يعني ايه بنزين ودبرياج، يعني محتاجه تتوزن كده بشكل ما لغايه لما نوصل الى موديل كويس فالعربيه تمشي ان شاء الله باذن الله. هو احيانا البني ادم لما بيقرر ان هو ما يسامحش نفسه، فبتكون النتيجه انه محدش بيسامحه. لازم ان احنا نتعامل مع نفسنا بمحبه عشان الناس تقدر تحبنا. صح. وكمان في نقطه ان دي انا شخصيا بتهون عليا اي مشكله، اني دايما بعتقد ان لو انا اتلسعت من كوبايه الشاي فهي كانت نازله من عند ربنا كبيره قوي، ان انا مش هتلسع بس، لا ده انا هتحرق حرق كبير، لكن بسبب مثلا الدعاء والاذكار هي بقت مجرد لسعه بسيطه. جميل، جميل جدا، شكرا جزيلا الله استاذ شيماء. المستعان. الكارت الاخير باشمهندسه شيماء. هل الماضي بيحدد مستقبلك ولا دي كدبه وصدقناها؟ سؤال جميل. طيب، اولا في برضو يعني استعين برضو بمثل، في مثل بيقول من شب على شيء شاب عليه. شايب عليه. ده محجبنا موقفنا عند كل واحد. انا طبعي كده، انا ربنا خلقني كده، انا مش اتربيت كده هتغير. بالظبط كده. فده محجبنا موقفنا في ايه؟ ان انا عمري ما هتغير. طيب مخنا قلنا من شويه ان هو قادر على انه يتغير، مخنا قادر على انه يعيد تشكيل المعلومات اللي بياخدها. تمام. فده بيحصل لما مثلا انا باخد معلومه جديده، بكتسب مهاره جديده، بتعلم لغه جديده عليا، فالمخ قادر ان هو يعيد تشكيل نفسه. يعني مفيش حاجه اسمها ان الماضي هيرسم لنا مستقبلنا. من ضمن الحاجات برضو اللي خاصه بيا، انا بالنسبه لي كنت بعد ما اتخرجت من الكليه كليه هندسه طبعا. مهندسين دول في حته ثانيه غير العالم. ايوه طبعا. ربنا خلق الخلق مهندسين وناس. بالظبط كده. انا الحمد لله انت من المهندسين، احنا من الناس. فبعد ما اتخرجت زي اغلب اللي بيحصل، يعني اغلب اتجوزت وخلفت، وكان كل حياتي كانت بيتي وولادي. في وقت وقفت وقلت لا، انا واقفه عن التعليم. انا حاسه ان دماغي واقفه اصلا، يعني مفيش اي حاجه جديده بعملها في حياتي غير ان انا الاكل والشرب وتربيه الولاد مذاكره الولاد، اللي هو بدور في نفس الدايره. فبدات ان انا يمكن بدات اتاخر شويه، كنت في نهايه لا اتفقنا مفيش حد بيبدا متاخر. لا تاخر من لا انا بدأ. بتكلم على الرقم بتاع السن ولا كل ده كلام فاضي، صدقيني والله. يعني لا، ما تاخر من بدأ. المهم ان احنا بدأنا. ماشي، ايوه المهم ان احنا بدأنا. بس كده بدأنا الحمد لله. كانت بداية كانت كورسات مع كوتش محمد. يمكن دي بداية كانت تطوير بالنسبة لي. بدأت يعني كورسات دي بالنسبة لي تنمية نفسية. بدأت بعد كده حاجات تنمي شغل اللي انا قررت ان انا اشتغله. يعني الحمد لله كورسات لا تنتهي الى الان، يعني انا مش موقفة اي كورسات لان انا بحب ان انا اتعلم. جميل. فالمخ قادر على ان هو يعيد تشكيل نفسه بنفسه. صحيح. بس ندخل له ايه؟ معلومات جديده. بالظبط كده. صحيح. تمام. فاحنا قلنا ان الماضي ما بيحددش مستقبل، لكن الماضي ليه اهميه. اكيد اتعلم منه. لولا خطوات الماضي ما كانش هيبقى مستقبلي اللي مرسوم دلوقتي. اوكي. لولا خطوات الماضي ما كانش هيبقى المستقبل اللي انا موجوده عليه دلوقتي. يبقى دلوقتي احنا اول حاجه ان انا لازم اتقبل الماضي بتاعي واعيش الحاضر والان. من ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل. جميل. جميل، شكرا جزيلا يا باشمهندس. من ضمن الحاجات اللي حضرتك اتكلمتي عليها فكره ان العقل او عقلنا قادر على اعاده تشكيل نفسه. ده بيسموه في علوم الاعصاب النيوروبلاستيسيتي او المرونه العصبيه. انه احنا العقل ده من نعمه ربنا علينا انه قادر على اعاده تشكيل نفسه وخلق مسارات عصبيه جديده. فيعني دي فرصه لنا كلنا ان احنا نبدا ونتعلم حتى لو كبار في السن.
فيعني ده تاكيدا لكلام حضرتك. كل يوم بدايه جديده ان شاء الله. باذن الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس شيماء، استاذه شيماء، استاذه رحاب شكرا على الحلقه الحلوه دي. احنا اللي بنشكرك يا كوتش عبد ربنا الرحمن. يبارك فيك يا رب. تسلمي. شكرا جزيلا لحضراتكم على المشاهده، ونشوفكم ان شاء الله باذن الله في حلقات اخرى من بودكاست شاي بالتميز. صحبه دافيه وعقول واعيه. سلام.